واخيرا وصل باور بانك انكر باور كور 10K. ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل انبوكسنج سريع الباور بانك ده، وبالمره اعرفكم على مواصفاته ونشوف هل يستحق الشراء في 2025 ولا لا، وهقول لكم على سعره في اخر الفيديو. ولكن قبل ما نفتح العلبه دي مع بعض حابب اقول لك اتاكد انك عامل سبسكرايب على القناه، ولو لسه ما عملتش لايك على الفيديو ده انزل اعمل اللايك الجميل بتاعك حالا، ولو عندك اي سؤال انزل حالا اكتبه في الكومنتس عشان نعمل فيديو نرد فيه على اسئلتكم في اقرب وقت. ومن غير ما نضيع وقت كتير يلا نبدا. ودي علبه الباور بانك زي ما انتم شايفين، شكلها جامد طبعا، وخصوصا انها من شركه انكر، واللي حرفيا من احسن الشركات اللي متخصصه في مجال الباور بانك والشحن عامه ان لم تكن الاحسن. وهي يا معلم علبه الباور بانك من قدام ومن ورا ومن الجنب، بص من كل حته. وطبعا الباور بانك جاي عليه ضمان 18 شهر، ودي حاجه كويسه جدا من شركه انكر. تعالى بقى لاهم لحظه، وهي اننا نفتح الكرتونه. طبعا الكرتونه هي زي ما انتم شايفين جاي جواها زي كفر كده للباور بانك باللون الازرق، عشان تحميه اثناء النقل من مكان لمكان فما يحصلوش حاجه، عشان يطلع من شركه في عربيات ويروح لمحلات فممكن يحصل له حاجه، فديت زي حمايه ليه، يعني مش تاخدها معاك وانت ماشي عشان ما يحصلوش حاجه. نسيب بقى الكرتون على جنب دلوقتي، وتعالى بقى اوريك محتويات العلبه. طبعا جواها الباور بانك زي ما انتم شايفين جاي باللون الاسود وشكله رايق. استنوا كده نعلي الاضاءه عشان يبان شويه. طبعا هو معايا من فتره بس قلت اعمل لكم الانبوكسنج ده، عشان كده هتلاقوه مبصم شويه او متخربش، ودي حاجات من عيوبه اللي هنتكلم عنها في اخر الفيديو. نسيب الباور بانك هنا دلوقتي، وطبعا جاي معاه الكتالوج وورق التعليمات وامتحان الفيزياء، وطبعا محدش بيقرا الكلام ده ملوش لازمه يعني. وجاي معاه سلك تايب سي عشان تشحنه، ممكن بقى توصله في اي فيشه شحن عندك، ممكن تشحنه من اللابتوب بالكمبيوتر اي حاجه من دي يعني سهله. طبعا اهو زي ما انتم شايفين كابل يو اس بي عشان تركبها في فيشه او ايا يكن من الطرق اللي قلناها فوق. باختصار هي دي محتويات العلبه كلها. واول حاجه معانا وهي التصميم. لما تيجي تبص على الباور بانك كده هتلاقيه مصنوع كامل من المعدن، غالبا بيبقى المعدن ده هو الالومنيوم، واللي مخليه مميز النقش اللي عليه ده مديله شكل احترافي او شكل مميز كده. ده غير شعار الشركه وهي كلمه انكر، واللي جايه محفوره في جسم الباور بانك من بره. طبعا انت مفكرني اقول لك مواصفاته على السريع كده وامشي، ولكن بقول لك لا، انا جاي النهارده وجايب لك المراجعه الكامله حرفيا للباور بانك ده، وهجيب لك تفاصيل محدش قال لك عليها قبل كده. يعني من الاخر لو دورت لا هتلاقي حد قال لك الكلام ده، ولا حد هيقوله لك غير العبد لله. عشان كده لو وصلت لحد اللحظه دي من الفيديو عايزك تنزل حالا تكتب اي كومنت ايجابي عشان ده بيشجعني استمر. ويلا نكمل. طبعا الباور بانك ده جاي بطول 15.3 سنتي، وجاي بعرض 7.16 سنتي، ولو ركزت كده هتلاقي انه جاي بسمك 1.5 سنتي بس. يعني حاجة كده لا هي صغيرة ولا هي كبيرة، حاجة في المتوسط كده. طبعا مش اصغر حاجة موجودة ولا اكبر حاجة موجودة، ولكن حجمه معقول بالنسبة للسعر ده. واللي بيميزه انه جاي بوزن 240 جرام بس تقريبا، يعني حاجة في اللذيذ منه كده، وخصوصا مع حجم الطاقة اللي الباور بانك جاي بيها، ودي اللي هنقولها في النقطة اللي بعد كده. وطبعا زي ما انتم شايفين حجم الباور بانك في الايد، ووزنه زي ما انتم شايفين خفيف، وتقدر تاخده معاك في اي مشوار، تحطه في جيبك مش هيقع منك ولا تحس بتقل في جيبك. الخلاصة من ناحية الحجم والوزن فهو ممتاز جدا معاك. طبعا الباور بانك زي ما انتم شايفين جاي بمدخلين من نوع يو اس بي، يعني تقدر تشحن جهازين في نفس الوقت، وجاي بينهم فتحة من نوع يو اس بي ميكرو انبوت، ودي عشان تشحن منها الباور بانك نفسه. وتاني حاجة معانا وهي سعة الباور بانك وسرعة شحنه. الباور بانك ده جاي بساعة برضو مش اعلى حاجة ولا اقل حاجة برضو في المتوسط. هتقولي طبعا كام بقى بسرعة؟ هقول لك جاي ب 10000 ملي امبير، يعني لو معاك موبايل بطاريته 5000 ملي امبير تقدر تشحنه مرتين بنفس الشحن الباور بانك. طبعا هيطلع لي واحد ما خدش رياضه قبل كده ويقول لي طب انا موبايلي 4000 ملي امبير مش هعرف اشحنه غير مره واحده. طبعا ده الحل الوحيد معاه انك تدعي له ربنا يهديه. نكمل. طبعا هتيجي انت بقى وتعلم عليه وتسال سؤال محترم وتقول لي انا يشحن الموبايل من 0% لحد 100% في وقت قد ايه؟ عشان كده هرد عليك اجابه محترمه برضه، وهقول لك بص يا صاحبي، انت ما تقدرش تحدد له وقت معين يشحن فيه. طبعا هتقولي ليه؟ هقول لك فرضا ان انت طول ما انت بتشحن الموبايل قاعد بتستخدمه، سواء بتتصفح، بتلعب، تستخدم واتساب، فيسبوك، ايا يكن بتعمل على الموبايل ايه، فده طبعا هيزود وقت شحنه. وممكن تكون قاعد في اماكن درجات حرارتها مختلفة، مثلا قاعد في مكان مكيف والجو ساقع كده، يا بختك يا عم. او برضه في نفس الوقت ممكن تكون قاعد في مكان حر وما انتش طايق نفسك. طبعا زي ما بقولك اختلاف الحرارة بيأثر برضه على مدة الشحن، انه هيأثر على كفاءة الباور بانك، ولكن عامة هيشحن الموبايل كامل معاك من 2 ل3 ساعات كده. وطبعا برضو اهم حاجة على حسب نوع موبايلك وسرعة تقبله للشحن. وتالت حاجة معانا وهي تجربتي مع الباور بانك. بص هو من حيث الخامة هو 10 على 10، يعني حرفيا حاجة نضيفة وهتستحمل معاك.
ممكن يقع منك على الهادي كده، ولكن ما تقصدش توقعه وتقول بشوف هيتكسر ولا لا، لان اي حاجه في الدنيا دي هتتكسر. لو جبت لي موبايل ضد الصدمات وانا عايز اكسره. طب لو هنتكلم من حيث الشحن، بصراحه هو ما اثرش معايا في حاجه، ولكن دي حاجه ترجع لك انت برضو كمستخدم. ممكن تكون مش بتسيب الموبايل من ايدك، خصوصا لو انت بره ومحتاجه في حاجه مهمه وضروريه جدا زي الشغل مثلا، فساعتها تحتاج باور بانك اعلى من كده شويه. وهنختم بقى بعيوب الباور بانك ده. واول عيب معانا وهو انك ما تقدرش تشحن بيه عن طريق اللمس. هتقولي يعني ايه اشحن بيه عن طريق اللمس؟ هقول لك في انواع من الباور بانك بتشحن الموبايل بمجرد انك تحط الموبايل والباور بانك على بعض بالشكل ده، زي مثلا ما تجيب الباور بانك وتجيب الموبايل بتاعك وتحطهم على بعض بالشكل ده، ساعتها بيلقط منه الشحن بدون اي اسلاك. وتاني عيب بقى واللي هتلاحظه اثناء الاستخدام، وهو المدة اللي بيشحن فيها الباور بانك ذات نفسه. بعد ما يخلص شحنه بالكامل وتيجي تعيد شحنه، لاحظ انه بياخد وقت اطول من المنافسين اللي جايين في سعره، ولكن دي حاجة مش هتلاحظها لو ما جربتش باور بانك ده قبل كده. وتالت عيب واهم عيب وهو انك لو قاعد في مكان ساقع او مكيف زي ما قلنا من شوية، تلاحظ ان كفاءة الباور بانك ما عادتش قد كده، وما عادش بيشحن بنفس السرعة اللي انت متعود عليها. ده طبعا زي ما تجيب موبايلك ويسخن وقاعد ما انت طول الوقت تلعب عليه، ومره واحده تلاقي الموبايل سخن على الاخر، فتروح فين؟ طبعا انا وانت عارفين، تروح تحطه في التلاجة. ودي طبعا من اكبر الاخطاء اللي ممكن تعملها في الموبايل، خصوصا لو انت سبت الموبايل يسخن بالشكل ده غير ان سخونة الموبايل دي خطأ منك برضو. ورابع عيب معانا طبعا وهو ان خامة الباور بانك ده من النوع اللي بتبصم او قابلة للخدش. دي حاجة مزعجة جدا، خصوصا انها بتخلي شكل الباور بانك مش جديد او مش الطف حاجة. مهم كده انا خلصت كل مميزات وعيوب الباور بانك ده. نيجي بقى لاخر جزئية وهي سعره. طبعا انت قاعد على اخرك ومستني تعرف سعر الباور بانك ده، عشان كده انا مش هطول عليك وهقولك. والباور بانك ده جاي بسعر 1700 جنيه مصري، يعني لو جيت حسبتها بالدولار هيطلع لك حوالي 36 دولار بس. ودي حاجة طبعا لا هي رخيصة ولا هي غالية، حاجة في المعقول يعني. فلو عجبك الفيديو ما تنساش فولو ولايك تقديرا للمجهود اللي عملته في الفيديو ده، وسلام.